بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان. يلا بينا نعمل حبة مربى لارنج كده خطيرة. بما اننا بقى في موسم اللارنج، نستغل بقى الفرصة ونعمل شوية مربى لارنج للي بيحبوا. طبعا هو من اجمل واحلى المربات مربى اللارنج وبعدها مربى البلح. هنبدأ بقى نشتري الرنج كده الكمية اللي انت عاوزاها. انا اشتريت شوية كده، هما اللي لقيتهم اصلا قدامي فقلت اجيبهم. الرنجاية تبقى في ايدك كده ويبقى شكل برتقان، تبقى جامدة كده حلوة، تعرف تمسكها في ايدك كده، تبقى سليمة كده وشكلها حلو كده. هو لونه حلو كده بس يبقى خشن شوية عن البرتقان يعني. نجيبه بقى كده، نجيب الكمية اللي انت عاوزاها. انا جبت الحبة دول كده يجي 5 كيلو كده اللي لقيتهم، يعني كأني لقيت كنز. فاجيب بقى المبشرة بتاع المطبخ العادية دي، على الجهة الضيقة خالص اللي هي دي خالص خالص، دي اللي انا بعمل بها دلوقتي دي كده. وامسك الرنجاية في ايدي من من العرض كده، من العرض بالجهة الضيقة بتاع اللي هي المبشرة دي كده، نفس الطريقة كده. هو بيمر بمراحل كتيرة بس طبعا يستاهل يعني، بس مراحل سهلة برضه يعني. لو جبت كمية على قد كده مش هتحسي بملل ولا حاجة. كده بقى اول مرحلة اهي، بحوش القشرة اللي هي رفيعة، اكن يعني بتاع البرتقانة كده، بس بالمبشرة نفس الطريقة كده اهو، لحد ما تبقى البرتقانة في ايدك او الرنجاية في ايدك. اسمه اللارنج، مش عارفة البلد التانية اسمه حاجة كده، مش عارفة هي بس احنا هو عندنا اسمه اللارنج اهو. نفس الطريقة كده، تبقى متقشرة كلها خالص، مكحوتة كده، اللي هو الطبقة الخارجية الأولى دي تبقى مكحوتة كده على تمسكيها تحس تخففي ايدك بيها كده. يعني تحسي يعني ماسكة الرنجة في ايدك، مخففاها كده، ايدك خفيفة فيها يعني، وانت بتعملي بتكحتي بالمبشرة. لان هو اصلا طبعا بيبقى مفرغ كده، فبيبقى مفرغ، مش زي البرتقانية جامدة كده، لا. عشان القلب اللي جواها ده، اللي شكل البرتقانية ده بيبقى لين كده مهوي يعني. بنفس الطريقة دي شايفين كده بقى، بنفس الكمية كلها بقى. انا طبعا يعني ما رضيتش اوريكم الكمية من اولها، فجبت على الاخر يعني بنفس الطريقة كده اهو. الفيديو موضح كل حاجة خالص اهي، والاخر هتبقى مربى جميلة جدا جدا جدا، حلوة قوي قوي يعني. حتى تتاكل حاف كده، مش مهم تغمسي بيها يعني. معروف ان مربى الرنج دي يعني رقم واحد يعني. والله انا عملتها قبل كده برضو في فيديو، بس ما كنتش بتكلم. اول ما فتحت القناة ما كنتش بتكلم يعني. فطبعا المرة دي بوضح خالص اهو، بما اننا في موسم الرنج يعني اهو. بنفس الطريقة كده، اللي عاوز يعمل مربى الرنج المظبوطة. انا والله عندي هنا مربى الرنج المظبوطة بشهادة الشهود يعني اهو. ده بقى مش هرميه، الكحت ده بقى مش هرميه، هحطه هنشفه يبقى معطر او بخور، بيدي ريحة جميلة جدا. تحطي الشياطة على عين البوتاجاز، وتحطي شوية يتحرقوا كده، يطلعوا يعني الريحة بتاعتهم جميلة كده بقى. خلصنا اول مرحلة دي بقى تاني مرحلة بقى اهو. تاني مرحلة دي بقى هنحوش القلب بتاع الرنجاية كده، اللي هو شكل البرتقانية ده اللي ما بيتاكلش، بس احنا عاوزينه، مش هنرميه طبعا خالص لان هو مهم جدا. هنكمل بقى الكمية كلها كده، نطلع القلب ده وهنحتفظ بيه، لان هو ده اللي هيخلي لنا مربى الرنج فيها المزازة الحلوة دي، المزازة بتاعت مربى الرنج دي. هنعينه طبعا في التلاجة، هنصفيها، اوريكم برضو ازاي هنصفيه وفي مصفى، وبعدين هنعصره قصدي في مصفى، وبعدين هنصفيه واعينه واحتفظ بيه لحد ما اجي اسوي مربى الرنج اهو. هو ده ما يترماش اهو، هو ده كده ما يترماش. ده بقى دي تاني مرحلة. انا عاوزه برضه اختصر لكم في المراحل عشان ما من الخطوات يعني، عشان ما تقولوش ان هي طويله ولا حاجه. كده بقى دمت هعصره، هحطه في مصفى واعصره وبعدين اصفيه واحتفظ بيه. نيجي بقى على تالت مرحله، نجيب بقى قشرة البرتقانية اللي احنا او الرنجية اللي احنا قشرناها دي وطلعنا القلب منها كده بمعلقة كده، ونكحت على خفيف القلب ده هو، اللي هو الالياف اللي فيها دي، بس على خفيف يعني، لا ترققها قوي ولا ولا تسيبي فيها شعر يعني،
عشان هديها اللي هتشرب السكر والمية وتبقى مربى بقى. دي تالت مرحلة او تالت خطوة يعني. نشيل بالمعلقة، نكحت بالمعلقة القلب بتاعها على خفيف كده، اللي هو الالياف اللي فيها دي. تمام كده، تمام. خدوا بالكم بس من المراحل دي، وهي هتعجبكم اوي، هتحبوا تعملوها كتير اوي. انا بحب اعملها على طول، لو حتى انا يعني هما ما خدتش في ايدي وانا قاعده في السهره كده، عملتها لوحدي. يعني هما 5 كيلو، طلعوا كيلو قشر لارنج، ده برطمانه حلوه مش بطاله يعني. اللي عاوز يعمل بقى كميات كبيره، في بيعملوها للعرايس في الافراح والحاجات اللي زي دي، وبيحتفظوا بيها من السنه للسنه. وطبعا بحتفظ بقى برضو من السنه للسنه. انا بحب اعمل مربات اصلا، يعني انا عندي مربى فراوله، عندي مربى تفاح، دي مربى اللارنج، وممكن اعمل مربى قرع عسلي برضو. يعني الحاجات دي كده، بس مع اني ما باكلهاش كتير، بس بحب الحاجات دي تبقى موجوده عندي. كده تالت مرحله بقى هنخلصها بقى. وبعد كده نشوف رابع مرحله. المفروض بقى يعني نقصر الفيديو بقى. بس انا حبيت اوريكم بالتفصيل يعني. اه نفس الطريقه كده. اه سهله خالص يعني، مش متعبه، يعني صراحه مش متعبه يعني. بس هي مسليه، ظريفه كده، الواحد يحب يتسلى فيها كده. بنفس الطريقه كده. اه بنفس الطريقه كده. بس كده خلصنا بقى. تيجي بقى رابع مرحله، رابع خطوه. نجيب بقى المقص، ونمسك بقى القشره اللي احنا قطعناها، كحتناها دي من قلبها دي. نقصقص بالمقص بقى شرايح طولية رفيعة كده، شرايح طولية رفيعة كده بالمقص. اسهل حاجة بالمقص يعني، ممكن بالسكينة، بس بتهيألي اسهل حاجة المقص، اسرع حاجة المقص. نفس الطريقة كده. كل القشر بقى، كل الكمية دي اهو. يا ريت بس ما تنسوناش في لايك واشتراك للقناة، نسبة رمضان بقى وعليكم بخير ان شاء الله. وعشان المربى الجميلة اللي طلعت مظبوطة وحلوة دي، تجربوها وتعملوها وتدعولي ان شاء الله. دي بقى الحتة اللي هي اللي في تبقى اللي بيبقى ما بتنفعش تطلع مع المبشرة، بتترمى طبعا. اهو كده بالطريقة دي كده. اهو بنفس الطريقة كده، بنفس الشكل ده كده. اهو تقصقصيها يعني شرايح طول يعني طول الصبع كده، يعني عشان هي بتستوي وتتهرى شوية. وما عادش زي زمان بقى. كان زمان بتبقى الشريحة بشريحتها كده، وتبقى شاربة كده، وتندخ تحت في بقك كده، بتبقى جميلة، او تبقى شاربة السكر والشربات بتاعها، بتبقى جميلة اوي في الاكل. لكن كل حاجة طبعا ما عادش زي زمان. اهو بنفس الطريقة كده بقى نكمل الكمية كلها. وبعد كده نشوف المرحلة الخامسة. الأولى قشرنا، التانية الأولى كحتنا يعني القشرة بالمبشرة، التانية طلعنا القلب، التالتة كحتنا، عملنا اللي هو القلب، اللي هو القلب الأولاني اللي هو بتاع زي الشكل البرتقاني. التانية بقى اللي هو الألياف. دي بقى الرابعة اللي هي قصقصناها. دي بقى هنعصره هعصره في المصفى كده بنفس الطريقة كده، هعصره كده بإيدي كده. وبعد كده اصفيه بصفاية. وبعد كده احتفظ بيه في التلاجة لحد ما اهو اهو اهو. دي بقى عينهم دوم اللي هيعملوا لي المربى بقى. بعد كده بقى هحطه هحطه يتسلق 3 ايام. بس انا مرضتش اوريكم بقى طبعا، يعني هوريكم 3 ايام ازاي. بسلقه. بعد ما اخلص خالص كده بسلقه، واحطه في الميه بعد ما اسلقه. يعني يتسلق غلوتين 3 كده، واقوم طافيه عليه. وهو يعني مش اسلقه وهريه لا خالص، غلوتين 3 كده واطفي عليه. وبعد كده بقى اقعد اغير في الميه، زي ما بغير الليمون المخلل اللي احنا بنسلقه، ونغير عليه لمده 3 ايام. لمدة 3 أيام تغيروا عليه مرتين في اليوم أقل حاجة، أو 3 مرات في اليوم، عشان هو بيبقى فيه مزازة صعبة يعني، نحد من المزازة بتاعته شوية. بعد ما غيرته 3 أيام، لمدة 3 أيام غيرت المية عليه. بعد ما سلقته غيرت المية عليه، يعني أسلقه بعد أغير في المية كل يوم مرتين. بس أنا يعني نقعته يومين، والتالت قمت سلقاه بقى، عملته مربى بقى عشان هما كمية صغيرة يعني. بعد كده بقى هجيب حلة بقى، احط فيها مية
يعني الكيلو بعد ما قشرته كده وزنته، خد طلع كيلو. يعني بعد ما المرحله السادسه بقى اللي هي بتقشر، بعد ما تقشري تقصقصيه بالمقص كده بتوزنيه عشان تشوفيه قد ايه. عشان الكيلو القشر بنفس الطريقه كده بياخد ايه 3/4 كيلو سكر. انا بقى بعد ما وزنته، بعد ده قشرته وقصقصته بالمقص وزنته، طلع كيلو بالظبط، بس كيلو طابب. حطيت له 3/4 كيلو سكر. كيلو قشر الرنج بعد الميزان 3/4 كيلو سكر. لو عاوزه تحط كيلو براحتك، انما هو 3/4 كيلو مظبوط جدا. نفس الطريقه كده حطيت الميه من 4 كيلو، بياخد من 4 كوبايات ل6 كوبايات ميه. وبعدين حطيت 3/4 كيلو سكر فيها ودوبته كويس. وبعدين حطيت فيه اللارنج، قشر اللارنج اللي احنا قصقصنه بالمقص كده، وحطيته على النار بقى بيستوي بنفس الطريقه كده. دي مرحله بقى ايه الريم يعني، او الرغوه دي. يعني مش هو اللارنج ما بيطلعش رغوه كتيره يعني. نفس الطريقه كده. اول ما بيجي يدخل في السوا بقى بحط له ايه عصير ليمون، ربع كوبايه عصير ليمون، عشان هو كيلو قشر الرنج واحد، يعني كيلو واحد مش مستاهل ان انا احط كتير. وبعد كده حطيت بقى ايه كوبايه اهو حطيت الليمون الاول اهو. دي ربع كوبايه، 3 4 ليمونات كده عصرتهم وحطيتهم. هو بيغلي كده في مرحله الغليان كده، وهو داخل على السوا بقى نفس الطريقه كده. قام هديه عليه النار خالص اهو. المرحله ان انا عبيته لسه ما جاتش المرحله بتاعت ان انا شايفين، بس بوريكم بس المربى طلعت شكلها ايه. المرحله بقى ان مش عارفه اتصورت ولا لا الخطوه. لا، وانا بحط بقى ايه كوبايه العصير اللي طلع من قلب اللارنج، قلب اللارنجيه نفسها عصرته، اللي انا عصرته واحتفظت بيه بالكوبايه. هحطها على اللارنج، على مربى اللارنج وهي على النار، عشان ده اللي بيخلي المربى تربط وتبقى تخينه وتبقى لها ايه قوام حلو كده، وتبقى مزازه جميله كده. نفس الطريقه كده. يا رب بس اللقطه الخطوه دي تيجي احسن، مش عارفه التصوير. انا اللي بصور ومش عارفه بقى بعمل ازاي بعد كده. المونتاج بيبقى عندي ازاي. لو عاوز حطيت فيها طبعا سواء قرفه زي ما انتم شايفين كده، قرفه خشب. لو عاوزه تحطي فيها بقى ايه بشر جوز هند براحتك برضو بتبقى حلوه، بس انا بوريك الفكره يعني. انا بس بوريك في طبق بعيد، لكن انا مش عاوزه احط عليه، هي كده كده مش عاوزه اي حاجه اي اضافات تتحط عليها صراحه يعني. هي مربى الرنج مش عاوزه اي اضافات. بس انا حبيت اقولك لو عاوزه تاكلي كده بنفس الطريقه يعني جميله جدا.